السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم سنتحدث عن الناخب الوطني جمال بن الماضي. وحسب مصادر إعلامية فإن بن الماضي يكون قد أعطى مهلة أسبوع لتسديد مستحقاته المالية، وذلك بعد تلقيه لإشعار من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد عدم حضوره الجلسة التي كانت مقررة بين الطرفين، والتي اعتبر فيها أنه مستقيل. وقد يلجأ بن الماضي إلى الفيفا في حال عدم تلقيه مستحقاته المالية التي تبلغ 7,280,000 أورو حسب عقده المقرر إلى غاية ديسمبر 2026. ويبدو أن الأمور تسير للأسوأ بين بن الماضي والفاف، وهذا بعد الهزيمة في كأس إفريقيا. وفي خبر جديد أن المدرب البرتغالي مدرب منتخب قطر كارلوس كيروش هو المدرب الجديد للمنتخب الجزائري. الخبر تداوله الكثير مساء أمس في انتظار تأكيد ذلك رسميا. سنوافيكم بكل جديد في المواعيد القادمة إن شاء الله، وإلى ذلكم الحين أتمنى لكم طيب الأوقات، ودمتم في رعاية الله وحفظه.